ايه بس فهمني. بيرسي تاو متخصص مانجا، بيرسي تاو متخصص مانجا. قول لي بس يا اسماعيلي، هل انتوا واكلين ماله؟ واكلين ورثه؟ ايه اللي حصل؟ فهموني. بيرسي تاو بيعمل معاكم ليه كده؟ راجل بيبقى مش شايف يجي قدامكم بص فنجل عينيه ينزل هدغدغ وهاكل المانجا كلها. الراجل ده بيعشق المانجا. وطبعا انا عارف ان الجون ده مش هيضايق الاسماعيلي قد ما هيضايق ناس تانية، ناس تانية قاعده منتظره. مش هتشمتوا فينا مش هتشمتوا يا ولا يا ولا. روح ركز مع فريقك يا ولا. بسم الله ما شاء الله عليك يا اوفا، والله العظيم يا اوفا انت شايلنا، والله شايلنا الواد ده. يعني انا مش عارف، ما تفكروش تقعدوه تاني، ما تقعدوليش. الاعلام كله ماسك اوفا يقول لك الشناوي مش عايز يقعد احتياطي. يا عم الشناوي على عيننا وعلى راسنا وكابتن الفريق، ويرجع يقف والاثنين يبدلوا مع بعض مفيش اي مشكله، لكن اوفا عالمي. وطبعا انا كاهلاوي مبسوط جدا ان انا يبقى عندي 2 حراس عمالقه، واحد زي الشناوي وواحد زي اوفا شوبير. الاثنين الله اكبر بسم الله ما شاء الله عليهم. انت مالك بقى؟ يعني الاعلام عمالين يهيجوا الدنيا، انتوا هتخلقوا لنا مشكله من لا شيء. مفيش يا عم الكلام ده، الاثنين زي الفل. واوفا بيعتبر الشناوي مثل اعلى ليه، ابوه قال كده. كابتن احمد شوبير النهارده في الراديو قال كده. مش عايزين بقى هري ووجع دماغ، ده جات لك من ابوه، عايز ايه تاني؟ ولكن احقاقا للحق اوفا يصلح كل ما يفسده رامي ربيعه، بس مش هنقول حاجه تاني. الله عليك يا اوفا. لا خلاص احنا اتعودنا يا عبد المنعم، اتعودنا ان احنا كل ماتش لازم نشوف لك ترقيصه ترقيصتين كده، فخلاص ما قلبنا ما بقاش يقع خلاص. انا خلاص خدنا مناعه وكلاحه من اللي انت بتعمله يا عم بقى. يا عم والنبي ما عايزين نخسر ال3 بونت يا عبد المنعم والنبي، الله يبارك لك يا حبيب قلبي. ترقيصه حلوه والله حلوه، انا بتبسط بالحاجات دي، بس يعني ما هتفلت مره وهنروح في داهيه كلنا. امام عاشور رقص الواد ترقيصه اقسم بالله عالميه جامده قوي، بس في الاخر صعب عليه راح حاططها في السما. حلوه يا امام استمر. انا اسف امه، حلو الجول انا اسف امه. يا ابن اللعيبه يا امام، يا ابن اللعيبه. والتاني والمانجا باظت، المانجا باظت. ليه كده يا حسين؟ ليه كده؟ الواد بيرسي تاو رقص الفرقه وهيحط الجون التاني ويحتفل وياكل المانجا لوحده. ليه تطمع وتاخدها من طبق زميلك؟ الواد خلاص كان هيشوطها ويحطها في الجون، تقوم انت شايطها من قدامه يا حسين. ليه يا حسين؟ انا عارف انك عايز ومتعطش للاهداف، بس بيرسي تاو متخصص مانجا، سيب كل واحد في تخصصه. طبعا كان هيبقى الجون الثاني لبيرسي تاو والثالث للاهلي، عشان بس نبقى فاهمين الكلام رايح فين. يعني الاهلي كده متقدم 2-0، بس بيرسي تاو كان هيبقى هو 2 وهو متخصص يا جدعان. يلا مش مشكله، انا مش عارف ليه حاسس ان انا منجاوي النهارده. عاجبك كده يا حسين؟ عاجبك كده؟ اهو بيرسي تاو طلع من غير ما يجيب جونين. يلا يا عم مش مشكله، بس انا دلوقتي بفكر بقى في الماتش واقوم. يعني انا الحمد لله 2-0 والدقيقه 68 مش عارف موديست نازل يعمل ايه. يا عم كولر، يعني ليه احس ان نفسي ماعد كده؟ ببص احس ان بقي خلاص، انا اصلا ضرسي وجعني، يعني تعبان، انا اصلا تعبان. ليه اتعب زياده؟ ليه يا عم كولر؟ طبعا ما ينفعش تعدي سليمه خالص. انا بعد نزول موديست نلغي الصوت لان كده الكواليني تقريبا نام، معرفش فيه ايه، واخد منوم. نزول موديست ما ينفعش يعدي كده سليم. اهو لبسنا ضرب جزاء وجت فينا جون، والحمد لله اللهم لك الحمد. 2-1 ربنا يستر. عشان كده يعني ايه بدات اتوغوش على ال3 بونت. المانجا ما ياخدوش مننا نقطه عشان انا تعبان. الدوري بيضيع مننا عايزين بتكلم بجد فعلا. من ساعه نزول موديست والكابتن محمد الكواليني تحس ان هو الريتم هدي معاه، في حاجه كده اللي هو ايه. الله يسامحك يا عم كولر، احنا كنا سخنانين كده ومولعين الدنيا، نزلت لنا موديست الدنيا نامت معانا. انا قلتها مصطفى شوبير اقسم بالله عالمي، اقسم بالله كمان مره مصطفى شوبير عالمي، موهبه جباره. الله اكبر عليك يا اوفا، شال جون مؤكد. سلامات يا هاني، سلامات. اصابه لمحمد هاني، ربنا يستر باذن الله. ان شاء الله الماتش خلاص الدقيقه 94 و30 ثانيه، الدقيقه 96 والحكم
صفر يا منجاوي. المانجا باظت هلا، المانجا باظت. 3 بونت مهمين يا اهلي، يرجعونا كده ويفوقونا للدوري اللي احنا منفضين له ومكبرين دماغنا منه، عشان عندنا نهائي افريقيا. طبعا مش هنتكلم في نهائي افريقيا، عندنا لسه 3 ماتشات في الدوري مهمين. اتمنى باذن الله نحصد كل ماتش 3 بونت عشان نرجع تاني لمكاننا الطبيعي. الدور الاول هو اللي هيحسم مين اللي هيلعب في دوري ابطال افريقيا، فاحنا مش عايزين اي وجع دماغ. 3 بونت مهمين، ومبروك يا اهلاويه، والمانجا باظت. سلام عليكم.